ايوه انا المدام. لا هو لسه ما جاش. طيب في حاجه لما يجي ابلغها له؟ طيب تمام هقول له. باي باي. مساء النور يا سعيد، لسه حالا من المستشفى متصلين بيك. مش مهم. بقول لك ايه؟ الغدا جاهز وانا زي كل يوم. الغدا جاهز بس الاول اتصل بالمستشفى. ليه؟ معرفش، الدكتور منير اتصل بيك وبيقول لك انك تكلمه ضروري او تروح للمستشفى، اصل في حاجه مهمه حصلت النهارده. الدكتور منير. نعم انا لسه سعيد. نعم. ايه؟ بتقول ايه؟ كلهم هربوا؟ انت بتهزر يا دكتور صح؟ طب يعني اطمن ان يكون في حد منهم كده راح هنا كلهم؟ مصيبه. طيب اتصرف. اكيد ما اعرفش هعمل ايه يعني بس اتصرف. حاضر يا دكتور. سلام. اقول اللي حصل مصيبه. في ايه يا سعيد مالك؟ صوتك عالي ليه؟ مصيبه يا كاميليا، مصيبه. المجانين كلهم هربوا يا كاميليا. اهدى بس يا سعيد. اهدى ايه؟ بقول لك المجانين هربوا، يعني البحث بتاعي مش هيتقدم، يعني الترقيه راحت، يعني مستقبلي ضاع. اهدى بس، انا مش فاهمه انت خايف كده ليه؟ اخاف؟ انا اخاف؟ لا طبعا انا عمري ما اخاف. هو ده حاجه تقدر تهزه برضه؟ واضح. انت بتتريقي وانا مش واثق. اقول لك على حاجه هسيبها لك كده. هتروح فين؟ ما اعرفش، انا لو اعرف اعمل. يا سعيد ركز كده معايا وفكر المجانين دول المفروض راحوا فين؟ صح، افكر ممكن يكون راحوا فين. ما هو يا اما راحوا هنا مول يا اما راحوا لاندي مول. انت بتهزري يا كاميليا؟ بقول لك مجانين، يعني ممكن يكونوا في اي حته في اي وقت. انت بتتريق عليا يا سعيد؟ مش انت اللي بتقولي فكر هو ممكن يكونوا راحوا فين؟ ما اعرفش يا كاميليا، الله اعرف. طب انت بايدك ايه تعمله دلوقتي؟ ما اعرفش، اللي انا اعرفه دلوقتي ان انا هروح المستشفى وان شاء الله يكون في اي نتيجه في اي حاجه. اشمعنى المستشفى بس يا سعيد؟ تعالى بس، الغدا جاي. اتغدى الاول. بعدين يا مستفزه، بعدين. لا مستقبلي ضاع من اللي بجد كده. نعم والكرنب اللي انا تعبانه فيه طول النهار ده هرميه يعني؟ كلهم؟ تعالى. كرنب؟ هو انا مش قلت لك 100 مره ان انا بتشارك بالكرنب؟ كرنب؟ ده صباح ان شاء الله. مستقبلي ضاع. كرنب؟ شاي او قهوه او شاي او قهوه او شيبسي او بيبسي. دي منظر ماسكه برضه يا كابتن. الشاي برضه يا دكتور شكلك متضايق من وجودنا اصلا. انا متضايق. ده انا سعيد. سعيد جدا. هو انا مش باين على وشي ولا ايه؟ سعيد؟ مين دول يا سعيد؟ ده المجانين اللي هربوا يا كاميليا. المجانين هنا امال بيطلع المجانين؟ مفيش كده، احنا غلطانين قوي. جو يا خالد. قول لي يلا انت طنط دي اسمعي يا ابوك. يا جماعه سيبوا لي فرصتي. بقول لك انا يا دكتور سعيد من
ستي يا كامل اعمل لنا شويه شربات اسبرين جناش. لا انا الظاهر لازم اسمع حد لكن كده كتير بصراحه. الشغل ده مش هيكون معانا ولا ايه؟ ايه؟ نار انا خير بس يا استاذ نور، مالك في ايه؟ الجو في المستشفى حر نار. طب ده في المستشفى. بقول لك لا كلنا جو عامل كده عندنا بس احنا عاملين حسابنا يا جماعه انتوا نسيتوا ولا ايه؟ احنا جايين في مهمه رسميه وماشيين على طول. مهمه ورسميه. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ هو في ايه يا سعيد؟ اسكت انت دلوقتي. اسكت ازاي بقى؟ لازم تقعد وتشوف كل حاجه وهي بتحصل بعينيها. ها؟ ايه اللي بيحصل؟ هو انت بتكررنا يا دكتور؟ اه حد برضه يسيب ضيوفه؟ انا استنى. في حد يجيله فرصه يشوف جوزه هو بيتكلم يمشي. استنوا انا بتضحك نلعب فيه شويه. هو ايه؟ بس اختار واحد اروح معاه. بقول لك ايه؟ انا بقى مجنون. طب انا بقى اوريك شغل الجنان على نعم اقعد لي هنا اهو واعمل لي عجينه اهو. لا شكلها وحش قوي. انت اعمل لنا فرخه بالبيض. وبعدين تقول ال يا جماعه دخول محترم. خلاص استنى اقول يا فوق. مش عارف انا قلت لك اهو. تقول لي هذه النيله الزرع. هذه النيله الزرع. انا عايزك تعمل سوق ايه؟ بقره بتنعر. بتبيض. الاثنين. ازاي؟ ثانيه واحده. ده هيبقى منظره ورسميات خالص. الله استنوا بس يا جماعه عشان انا ايه؟ بيته ده ما كانش انتباه في البروفات. هو مين اللي هيكتبها؟ بتقولوا ايه؟ كاميليا الناس الجميله اللي انا كنت بقول لك عليها كاميليا. نعم طيب شكرا. لا يمكن نتفهم. هو انت فاكرنا ممكن نعمل حاجه من غير محاكمه يا دكتور؟ هو انت فاكرنا مجانين؟ والناس اللي زينا بقى ماشي محكمة. يعملوا محكمة هنا. محكمه. بيتك ايه؟ ايه؟ النيابه تتفضل. مين؟ ايوه سيادة الكل حضرات المستشارين ان المتهم الواقف امام الدوار هو مجرم من اخطر المجرمين. هو المسؤول عن ازدحام في الميادين. سيري ركز يعني لكن عن كل المحامين الهزيمه في موقع التدين بسيط. يا حبيبي رد تقول ايه على المصايب اللي بتعملها؟ يا جماعه انا احب اقول لكم هو انا هقول حاجه. انت رجعت المستشاره؟ قررت المحكمة هذا المتهم بسبب كل المصايب اللي عملها. عايزه بس احطها في الخطة الخماسية والسداسية. بالعكس والبصاره وحبيبه قلبي والملوخيه. يا سلام بقى لو عليها كان يا سلام. قررت المحكمة إعدام المتهم سعيد شرطا بالرصاص. يا جماعه بعد ما هتقولي الوسط احب اقول لكم هو انا بحبكم مبدئيا طبعا. يا دكتور مش قضيه. هو مين اللي هيتقتل لو هيموت؟ وبعدين هي ايه؟ هي سايبه ما فيهاش قانون. هو القانون بيحاسب المجانين؟ مش احنا برضه مجانين يا دكتور. مجانين؟ ده انتوا عاقلين عاقلين جدا. انا اللي مجنون. اخيرا اعترفت اننا عاقلين يا دكتور. ايوه يا ستي انتوا عاقلين انا اللي 60 مجنون. الحقيقة يا جماعة الدكتور بيقول على نفسه مجنون.
ابعدوا عنه يا جماعه احسن يعدين. بس كفايه كده. ممكن يا جماعه تقعدوا شويه اتكلم معاكم شويه؟ تعال انت مالكيش دعوه بالناس دي، الناس دي انا بعمل عليها بحث، انا اللي عارف حالتها، البحث ده المفروض يتقدم الشهر ده، مالكيش دعوه بالناس دي. ازاي ماليش دعوه بيهم بس يا سعيد؟ دول شكلهم طيبين قوي وباين عندهم مشاكل كبيره قوي وهي اللي وصلتهم للحاله دي. حتى شوف اجيب لك شاي اطلع. اشمعنى انت يا عم؟ انا عايزه اقعد معاهم واعرف حكايه كل واحد فيهم ايه. اقعدي مع مين؟ بقول لك مجانين يا كمان مجانين. اقول لك على حاجه؟ انا اقول لك على حاجه. يا دكتور ايه؟ مراتك ضحكت عليك ما كانتش عامله محشي بس احنا كنا سامعين عندها مخالف. لا احنا كنا بنقول ايه؟ انت مالكيش دعوه بالناس دي، اقول لك على حاجه؟ انت لازم تسمعيهم وانا وافق بس انا ماليش دعوه، اقول لك على حاجه احلى؟ انا هروح ما تخافش يا سعيد، انا عارفه انا بعمل ايه كويس على فكره. ايوه انت اللي كلتي الاكل يعني؟ طب انت ايه النهارده؟ مين انا؟ ايوه اسمها صفيحه. بس يا واد انا واحده يا ست الاستاذه انا اسمي مديحه. يا ستي مديحه من صفيحه مش فارقه. لو سمحتوا يا جماعه ممكن يا مدام مديحه اقول مدام ولا؟ مدام يا اختي مدام وعندك اولاد؟ لا لا ما عنديش يعني ايه؟ عندك اولاد ولا ما عندكيش؟ الصراحه انا مش فاكره. يعني ايه يا ستي مش فاكره؟ اعرف واحده تنسى اكلت ايه؟ تنسى شربت ايه؟ لكن تنسى عندها اولاد ولا لا؟ انت بتهرجي. مديحه اصل ايه؟ اصل انا متجوزه. يا خبر ابيض. ازاي ساكته على نفسك كل ده؟ ما كنتش تشوفي دكتوري عندك ولا حاجه كان يشيلك مناخير. يا ستي احنا كلنا عرفنا ان انت متجوزه، صدقيني كلنا صدقنا ان انت متجوزه، وايه كمان؟ عند اشرف اللفات هات لنا موز وحبات عشان عادل ابني جعان. عادل ايوه انا كنت عايشه وانت الصغير عادل اللي كان زي العسل. فرحانه بيه قوي ولا بتجوزي مني بجد ببص لقيت مفيش جنبي معرفش راح فين. دورت عليه في كل حته وسالت عنه كل الناس اللي من غير نتيجه. فانا لقيت نفسي انا وابني عادل اللي كان عنده بس سنه وكام شهر هو على دراعي بيصرخ من جوه. بس يا عادل بس يا حبيبي خلاص كفايه. انا هعمل اي حاجه عشان ابني عايش. مبقاش عندي حد غيرك دلوقتي. انا هشتغل واتعب وهربيك احسن تربيه وهتبقى حاجه انا افتخر بيها طول عمري. تبقى احسن واحد في الدنيا. وشويه وعادي كبر ودخل المدرسه. الف الله يبارك يطلب فيك. الجامعه. الله يبارك فيك يا اختي. مبروك يا ابو عادل. الله يبارك فيك ربنا يهديك. مبروك يا ست مديحه. ربنا يخليه لك ويعوضك ولا لابوه. الله يبارك فيك. ابتدى عادل يكبر ودخل المدرسة. لما المصاريف كانت بتتقل عليا كنت بضطر ابيع اي حاجة في الشقة. وفضلت اعمل كده بقى. ابيع اي حاجة واحرم نفسي من اي حاجة عشان بس كان نفسي ادخله الجامعة. وعدت الايام. اي نعم عدت بتاعه وقال بنلعب. وفي يوم عادل جه وقال لي بابا انا رجعت الثانويه العامه. بجد يا حبيبي عملت ايه؟ جبت 95. 95 وخصتني وقعت قلبي. انا فرحانه بيك قوي يا عادل. انا حلمي بيتحقق. انا مش مصدقه نفسي يا عادل. فرحانه قوي يا ماما. طب انت نويت بقى تدخل كليه ايه؟ ادخل كليه طب. انا عايز الناس كلها تشاور عليا وتقول الدكتور عادل الرواق الدكتور عادل ايه؟ وماله يا حبيبي. بس انا اسمع ان كليه الطب دي مصاريفها كتير قوي يا عادل. ايه ده؟ عايز اطلعين مستقبلي؟ لا يا حبيبي بس ايه؟ بصي هنتفق اتفاق. اعملي كل اللي انت
تساعديني اتخرج وانا هعوضك عن كل حاجه. خلاص يا حبيبي، انا ما يهمنيش غير مستقبلك وسعادتك. شكرا يا ماما. ودخل عادل كليه الطب وذاكر ونجح سنه ورا الثانيه لحد ما بقى دكتور قد الدنيا. وفي مره جه قال لي ماما انا نويت اتجوز. مبروك يا حبيبي، ومين العروسه؟ عم صاحبه بيحبني قوي يا ماما. الف الف مبروك يا حبيبي. بس كده هتسكن فين يا عادل؟ ما قلت لك الله يبارك فيكي بقى يا ست الكل. ايوه هتسكن فين يا عادل؟ ايه يا ماما؟ قلت لك الله يبارك فيكي يعني هسكن معاكي ولا خلاص ما بقيتيش عايزاني؟ لا يا حبيبي، هو انا بتيجي الساعه لما انت تفضل قاعد معايا؟ شكرا يا ماما. لا يا روحي انا لسه متبدل. هو باكج على بعض. قدام الناس بقول لك ايه يا عيال، انا ما بقتش طايق امك. يانا هي فتحت دي مالهاش حد. مالهاش حد فيه. لا ماليش دعوه، يانا هي في البيت. لا طبعا دي بتهزري. هي كنت عليك ده. ايه؟ هي اللي لازم تمشي. قلبي يا ناس. بقول لك ايه؟ 5 دقايق اروح على الواجب ارجع ما الاقيهاش. 5 دقايق؟ يا لهوي. يا رامي يخلص السيجاره في 6 دقايق. اموت انا. لازم تمشي. ماشي. مش هروح فين يا عادل؟ انا ماليش حد غيرك. لازم تمشي. ايه ده ماجد؟ بتجيلي من لحم ودمي؟ نسي كل حاجه انا عملتها عشانك. نسي ان انا مامتك، نسي ان انا اديته كل حياتي. ده لا يمكن يكون عادل ابني. انا ابني مات. انا ابني مات. لا انا ابني تاني. ابني تاني. محدش شاف عادل صغير كده اسمراني وشعره منكوش. محدش شاف عادل فين؟ يا عادل ولا يا عادل. اطلع يا ولد. كفايه يا ولد. يا نهار اسود. مبسوط. اروح فين بس في نص الليالي؟ الراجل اللي بيعملني اعمل ايه؟ انا لوحدي. حد فيكم يعرف دكتور؟ انا بس عايزه دكتور. حد يعرف دكتور؟ انا محتاجه دكتور. انا ابني دكتور. انا ابني دكتور قد الدنيا. دكتور قد الدنيا. يا زمن المظاليم. فرجني عليك. مهما اكلنا العجيب انت بتعمل فينا. ولو ننسى الحزن على طول تفكرني. لو نشكي من الهم تسخر من ليه؟ ما هي دنيا. لازم نحطم بشقة ننسى ايه؟ بالطول وبالعرض. كفاية رب ليه؟ يا زمن المظاليم. غلطة خطتك يا مديحة قبل ما تبقى غلطة عادل اتعلم من صغره انه ياخد وعمره ما اتعلم انه يدي. مشكلتك يا مديحة انك حبيتي عادل ابنك اكتر من نفسك. الحب لدرجة الادمان. بالعكس يا دكتور، مشكلة مديحة انها وسط كل همومها نسيت تعلم ابنها ازاي يحب وازاي يضحي. التفسير العلمي لحالة مديحة ان بقى عندها نقص حاد في فيتامين الهبل على الشيطان.
مما ادى الى انفصال بين المخ والعضلات، ادى الى تليف كبدي بزيت الزيتون. ده اللي يخلينا نوصل للحاله اللي هي فيها. حاله واضحه ومنطقيه طبعا. انت طول عمرك يا مديحه وتهتمي بعادة، تهتمي باكل ولبس وشرب، وده كويس طبعا، بس انت تعلميه انه يهتم بروحك ويهتم بيكي انت امك، مش مصباح علاء الدين اللي هيحقق له كل طلباته. كان كل همي انه يكون ناجح ومبسوط. طيب وانت؟ ظروف كانت صعبة وما فكرتش. للاسف من كتر ما بنحب عيالنا بننسى نفسنا، ومن هنا بيتعلموا الانانيه. لازم يكون في توازن في التربيه، وانت لازم يا مديحه تعلميه انه يحبك ويرعاكي. انت ام اهتميتي بمستقبله بس بالطريقه الغلط. صح. فكرية عمرها ما فكرت في المستقبل. فكريه؟ فكريه مين؟ ايه؟ انا قلت فكرية؟ انت يا اسمك ايه؟ انا اسمي شمشون. ايه؟ اسمك شمشون؟ امال منى؟ خلاص وبتشتغل ايه يا شمشون؟ شغال في سجن. احاول اقضي الدنيا، اشرب الكاس، امشي على النار، انام على المسامير، بره. تعالوا نشوف شمشون الجبار بيبلع الولعه ويمشي على النار. كنت بعمل حاجات كتيره تخلي الناس تتجنن. كان معايا فكريه كانت اغلى حاجه قطع طول النهار والليل علشان كل يوم تستنى بتوعي تفرح معايا. الاحسن كانت بتواسيني، كانت امي واختي وحبيبتي، كانت باديه عليا كل حياتي، كانت كل حاجه ليا. الحق يا شمشون، فكرية كانت الأول لازم توديها المستشفى. حاولت استلف من الناس بس محدش كان بيديني اي حاجه، حتى القروش اللي كنت بقبضها من شغلي ما كانتش بتكفي ثمن علبه دواء واحده. ما كانش قدامي غير اني امد ايدي في جيوب الناس، وفعلا ابتديت اسال. واحد صاحبي علمني ازاي اسال. كان هو بيلهي الناس وانا كنت بقلب، ويوم ورا يوم اخيرا اتجمعت فلوس العمليه. فكرية هتعمل عمليه وتخف. فرحتي ما كنتش مصدق، كنت جاي طاير على المستشفى، لكن قال لي اول لما وصلت تبقى يا في حاجه. للاسف انت اتاخرت قوي. مراتك ماتت. ربنا يسامحك. رميت الفلوس على الارض، جريت اجري في الشوارع عمال ادور عليها. سمع صوتها بيناديني، روحها معايا. فكرية انت فين؟ صدقيني روحها معايا. يا فكرية انت اكيد قاعدة هنا. فكرية ارجوكي، خلاص مشكلتك اتحلت وجمعت لك الفلوس، هتعملي العملية يا فكرية. ما تقوليش ارجوكي ردي. فكرية انت فين؟ ارجوكي ما تسيبنيش. لا ارجوكي رد عليا. واحد صمت ضايع قالوا عليه تلبيس. زمن يا اخوانا، يا زمن المظاليم خلي عليك واحنا عجلنا العجيب. انت بتعمل فيه على طول تفكر لو مش كده تسهر بالليل. ما هي دنيا
لازم تحضر نشقها لسه يعني بالطول وبالعرض الاخر هيكون ليه وعلى زمن الحضارين. مشكلتك يا شمشون انك معرفتش تتصرف صح في الوقت الصعب في حياتك، واول ما مرات بتاعك جريت وطلبت منك والبيبان اتقفلت في وشك، بس كان لازم تدور في طرق احسن من كده، وما تنساش ان ربنا موجود. كلام سهل. ايه اللي حصل؟ كان صعب قوي، صعب جدا. صدقني يا شمشون مش كلام، ياما ناس ظروفهم كانت اصعب من ظروفك وحالتهم اصعب من حالتك بكتير، بس كانوا في وسط ظروفهم دي بيرفعوا ايديهم لربنا ويطلبوا منه كان ليهم عين يرفعوها لربنا، لكن انا عملت ايه؟ عملت ايه عشان اقدر اطلب منه وارفع ايديا ليه؟ غلط يا شمشون، غلط. ربنا مش بيحبنا عشان احنا كويسين ولا لا، ربنا بيحبنا في النص. كل ده ملوش اي لازمه. ايه يا مان؟ حتى بعد قصة هي مراتي سمحت بالحضن يدخل جواك ويدمرك. ما كانش لازم تعمل كده يا شمشون. فكرية عمرها ما هتبقى مبسوطة وانت في الحالة دي. خلصتي؟ يا أستاذة كاميليا، حالة شمشون واضحة وصريحة. حالة شمشون عنده حالة من الانبعاج. حالة من ايه؟ الانبعاج يا كاميليا. جاي. ده حاجة كده في الطب النفسي انت مالكيش علاقة بيها ما تقلقيش. حالة شمشون باختصار هي ممكن فكرية برضه، لكن أدى إن هو يبقى عنده انشطار بالنواة العصبانية بتاعته، مما أدى إن هو مش عارف بين الواقع وبين الخيال. حالة واضحة وصريحة برضه. ايه النوايا العضمانيه دول؟ مش عارف. كويس يا دكتور؟ انت برضه مصمم ان انا مجنون؟ ارجع بقى. ماشي. يلا يا جماعة. انا شايف والله ان انت مش هتجيبها خالص عشان بس نيجي الحلقه. لو سمحتوا يا جماعة ممكن نكمل كلامنا؟ وانت بقى اسمك ايه؟ انا مش بداية اتعرف عليك، انا بقول لك اسمك ايه؟ انا اسمي سكر. سكر حلوة الدنيا سكر. وحكايتك ايه بقى يا سكر؟ يا لهوي ما تعرفيش حكايتي، ده انت غريبه عن البلد بقى. ايوه يا سيدي انا غريبة عن البلد، ايه حكايتك بقى؟ انا بقى يوم ما اتولدت كنت فرحة ابويا وامي وعملوا لي اسبوع كبير قوي. اوعى تسمع كلام الدكتور سعيد. هو كده. ناويين نسميه سكر. وهو زي السكر. فرحت كان دايما ابويا وامي يقولوا انا ابويا يا ابني هيطلع احسن واحد في الدنيا كلها. سكر سكر بختنا بابننا الشكر. وكبرت وابويا كان بيديني مصروفي زي بقيه الاولاد. طبعا كنت بجيب بيه حلويات زي بقيه صحابي، لكن مع الوقت كنت بشوف اصحابي بيجيبوا حاجات اكتر مني وياخدوا مصروف اكتر مني، بس انا ما كانش قدامي رغبه ان انا برضه. دايما كان جوايا فراغ كبير قوي، كل العلاقات اللي حواليا مش عارفه تسد. كان دايما في حاجه ناقصاني. ايه هي الحاجه انا مش عارف؟ ايه الحاجه اللي ممكن تكون ناقصاني انا مش عارف؟ بدات افكر بعد تفكير طويل اكتشفت ان انا محتاج ان انا احب واتحب. كنت دايما اشوف الشباب اصحابي كانوا دايما بيتنحنحوا ومرتبطين بقى وبيعملوا كلام حب كتير، كان نفسي ابقى زيهم. لحد ما في يوم
بعد تطبيق كتير لقيت بنتي زي القمر ما فيهاش ولا غلط. لما فجأة تتغير يا عمي لما فيك تفرق بين الوهم والمنطق لما مش عارف اعبرلك عن المشاعر اللي جوايا ازاي. وانا كمان مع الوقت وانت ايه يا حبيبتي؟ انت خنقتيني. ايه؟ انت خنقتيني بسيط. كل اللي انت عملته معانا ده انا مسحت كل الشباب من عندي على الفيس. فتحوا ازاي؟ انا بصراحه اقول لك ايه؟ مش خلفيه. بس اقول لك على حاجه. عارف انا كان في حاجه انا وقطع من فوق. سمعت ليه كنت بتحس بيه كده اسمه بفكر ازاي؟ ببساطة أنا الفراغ اللي جوايا حضرتك ما قدرتش تسد. يا شكلها يعني كان حلو وكل حاجة بس لسه جوايا فراغ. لقيت مثل كل الناس اللي حواليا ماشيين اللي معاياش زاوية يا باشا. سبت الدراسة وقررت إن أنا أشتغل. بس ما كانش عاجبني حاجة. مصاريفي زادت ومقللين اللي انا بكسبه في الشغل. لحد لما في يوم جه واحد عرض عليا شغلانه وهيديني 2500 جنيه في اليوم. طبعا الشغلانه كانت بسيطه كده. ان انا انقل الشنطه واوديها من هنا لهنا. دي كل الشغلانه. طبعا برايي نقاش انا وافقت. كان لازم اوافق. انا خلال سنه ابقى ملياردير. هعمل كل حاجه. انا هدلع نفسي وادلع اللي في حياتي. دايما كان شيطاني يوزني يقول لي ليه الرقم ده في الشنطه دي؟ ليه الراجل ما ينقلش الشنطه هو وياخد الرقم؟ طبعا الشيطان شاطر. قررت ان انا افتح الشنطه. فجاه طبعا واخد سيلفي. كنتش عارف اعمل ايه. كنتش بفكر غير في الجواز ونفسي. ما كانش قدامي اي حاجه. كنتش عارف اعمل ايه. اعمل ايه يا فكر؟ اعمل ايه يا فكر؟ كل اللي انا محتاج ان انا اسمع. طبعا مفيش غير بيت وأقرب مكان يقدر يسرق منه.
انت هتقول لي كلام اسمعت كل الدعم الموجود وجبت في السن ده ما تفكرش فوق ما تفكرش في الساعه دي ولا تفكيرها دي يعني خبر وفاة أمي قررت إن أنا أبطل السجن بس مش قادر جريت على بيتنا لقيت أبويا واقف بيقول لي أمك ماتت من سكر اتصدمت فيك ما كانتش متوقعة منك تحصل كل ده ما خلفناش ايام عودنا على ربي يا صبري عودنا على ربي يا صبري ورحت مكان الشارع مش عارف رايح فين. لما هو صوت ابوه بيصرخ انت اللي قتلتهم. انت اللي قتلتهم بس الدم هيعمل الدم ده كان بعد المواد الاولانيه المره الاولانيه القمر قدامي ما مدتش جريت على صحيح صحيح انا اسف انت اللي تعرفك عن كهرباء الناس اتلمت حواليه قالوا شوفوا الواد الوافي ما استحملش وفاة امه واتجنن. انا اسف يلا جعيد واو يا زمن المصاريف ايوه عليك مهما عجبنا العجين انت بتعمل فيه. على طول تفكر لو مش من الهم تسقط من الهم ما هي دنيا لازم تقدم مش بقى ننسى قولوا بالعرض لا تقولي يا زمن المصاريف مشكلة واضحة وصريحة. مشكلة سكر هو مش عارف هو عايز ايه. يا سلام، مشكلة سكر يا سعيد هي مشكلة بتواجه كل الشباب دلوقتي. وايه بقى المشكلة دي؟ مشكلة؟ إن مفيش مشكلة، بس كتير منهم مش عارفين يروحوا فين ويجوا منين، وكتير منهم بيقلدوا وكتير بيتأيدوا. ايه؟ بيتأيدوا زي سكر كده مثلا، كان محتاج حاول يشبع قلبه بنفسه فشل. ولما هي مشكلة كل الشباب ليه مش كلهم ادمنوا زي سكر؟ لأن الإدمان يا دكتور مش إدمان مخدرات خلاص، لكن هي أي حاجة بعملها ومش عارف أبطلها. لكن الحرية الحقيقية اللي بجد هي إن أكون عارف بتصرف إزاي، عارف الصح من الغلط، ولا إيه يا دكتور؟ ايه الكلام الكبير ده يا قمر؟ مش عارف تقولوا ايه اصلا. أيوة يا سكر، أنت استسهلت الدنيا وما حاولتش تعدل فيها. بس انا كان حلم بسيط. نمتش حاجه بسيطه كده. ان انا اكون راجل غني. ولا ايه؟ الأحلام مش مستحيلة، لكن الغلط في طريق الحكمة. مفيش أحلام مستحيلة بس في سكك كتيرة أوي غلط. بس أنا عمري حاجة مستحيلة. وانتي كان ايه حلمك بقى يا صباح؟ حلم ايه ده؟ حلمك اللي انت لسه قايله عليه.
وانا احاول بكل طاقتي ان اساعدك ابقى سند هو يبقى فرح. حلم بسيط فعلا بس لو خدي بالك اصل انا كنت عايشه مع ابويا وكنا على قد حالنا يعني. ابويا كان موظف بسيط امي كانت ست بيت عشان كده هيعيش فارس احلام اللي هيعيش عيشه مختلفه خالص عن اللي انا عايشاها دي. هقول يوم من الايام رحنا غدينا على عايز غني قوي لكن التصرف ما ينفعش عشان عنده مشكله واحده بس هاخد مني 25 سنه. انا رفضت وقلت لا لكن بعد كده وبيني وبينك ابويا وامي عامل زنوا على ولادي. انا هقول لك بس هاتي انا الاب هنا انا كبير. مساء الخير يا جماعه. العنس جت يابا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قولي لي بقى مؤسسات اتاخرت ليه؟ اصل صاحب المحل فكر يجيب بضاعه ومتاخر شويه جدا. بس فاطمه يا بنت اتجوزي العريس اللي جاي من ده بدل الغرق اللي انت فيه ده. بس ايه هو قدامه سنه هيتكل على الله واحنا بقى شوف احنا نغينا هنا وانت عدي لنا. انت عديتها عديها انا كده. ماشي لازمها يابا لازمها شكمان. يابا بطل مقلقه عليا بس انا كبير قوي. حد يقول له كده؟ حد يقول له كده يالا؟ يا بس عايز اجيب لك انت فوق. بس يابا بس يا بنت صلحي بختك يا بنت بدل تطلعي زي بختي تطلعي زيي. قلت لك عدي لنا. عدي. خلاص يابا نتشوفوه. يا بنتي يا لهوي. السلام عليكم. سلام. ولا كان حاجه. عايز بنتك للجواز. لو وافقتوا العيال كلها انا مش بنفس الجواز. بس حد مبدئيا شقتها هتبقى 3 اوض نوم 4 اوض سفره طبعا كله خشب ابلكاش مقصود زي 7 حمامات عشان لو حبيتوا تقولنا 7 حمامات و4 مطابخ وعربيه بمساحه 9 متر. الحاجات دي كلها كانت بتغريني. انبهرت بالفلوس والحاجات اللي اول مره اشوفها دي. في الاول الايام عدت عادي لكن بعد كده بدات هتتطور شويه بشويه حاولت لجحيم لحد ما ربنا رزقني بالولد. الله يعوضنا. هو اكبر حته في الدنيا اللي كنت عايشه فيها لكن جه عليا وقت وقررت اواجه توفيقه. وبعدين معاك يا توفيق انت البيت بالنسبه لك بقى لوكاندا. انا مش اشوفك غير في المناسبات. وانت ناقصك حاجه؟ ناقصني احس اني زوجه ليا قيمه وكيان. قيمه؟ انت ليكي قيمه؟
ايه؟ تقصد ايه بالكلام ده؟ بس يا صباح انا راجع النهارده واحد من الاخير عندي يوم. النهارده بس؟ ما انت كل يوم على كده. بقول لك ايه؟ مشوارك طلع عليك كانك مش راجع. يعني ايه؟ انا مش فاهمه حاجه من اللي انت بتقولها دي. انا صوتك عليا. تعالى صوتك عليا. بس يا صباح ويا صبح. لا بقى يا رفيق، لا بقى انا رايحه فين؟ تاني بتعلي صوتك عليا. انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ انت زيك زي اي كرسي هنا. انت مالكيش عازه. ليه ما اتكلمت؟ انت مش طبيعي. انا اتجننت. طب انا بوريك الجنان على حد. لا بقى انت بقى اتكلمت ولازم بقى تقول لي يا نهايه. ضربني وشنقني من هنا، مش ممكن انساه. انا مش بني ادم. هو مش بني ادم. وحش متسلط. مستحيل هو بني ادم زينا. أغاني عشان قلت له روحي وطمني على شغال. مستحيلش. جريت السكينة وطعمت. قتلت كل أيام حياتي ضايعة وأنا متجوزة. قتلت كل لحظة مرة عشتها معاه. موتك جوزك. اللي زي دي خطر يسيبوها كده. أنا صحيح حدثت لجوزي إنه كان لازم يموت. كان لازم يموت عشان ينتهي الجحيم اللي كنت عايشة فيه. مش فارق بقى معايا يقولوا عقلة ولا مجنونة. إنما ده كان حلم البيت. اللي كنت عايشة فيه. يا زمن المظالم. قلبي عليك. احمع جنة العجيب. انت قدامك الفيل. ولما ينسى الحزن على طول تفكرني. لو مش من القلب تسخر من هنا. ما هي دنيا. لازم نحطها. مش وقت ننسى يا ريت. طوله بالعرض. بالليل. يا زمن المظالم.
مشكلتك يا صباح انك دورت. كل حاجه مشكلتك ومشكلتك، وانت ما عندكيش مشاكل، انت حلالك كل الوقت، ما ترحميني شويه. مشكلتك يا صباح انك اخدت قرار من اهم قرارات حياة اي بنت بطريقة صحية. بصيتي للموضوع من بره بس، انبهرتي بفكرة الفلوس وعشان تخلصي من جنة اهلك، وده مش قرار سهل عشان ناخده لوحدنا. بس انا خدت راي كل اللي حواليا. مهما كانت آراء الناس اللي حوالينا محدش فيهم كان هيقدر يحدد لك مواصفات فارس أحلامك. كان لازم تركزي وانت بتختاري انك تختاري حد يكون بيحبك ويرعاك ويعلم انت، مش واحد يشتريكي بالفلوس. وكمان لما حددتي أولويات فارس حياتك وحددتي سعادتك على انك هتسكني فين وهتعيشي فين، مش هي دي الأولويات اللي نختار بيها. وانت عرفتي تختاري صح. طيب مشكلة أكبر من كده بكتير. ما انت لو كنت مكاني ساعتها كانت كل البنات اللي في سني يدخلوا. وانا قاعدة زي انا. يا حرام، صباح عدى عليها الوقت ما حدش رفع للجواز. كان في صوت جوايا بيقول لي انت على قد حالك وتعليمك على قد وحاجات كتير ومشاكل اكتر. كل ده كان بيقول لي اقبلي يا بنت، اقبلي بقى وانسي حكايه فارس احلامك والحب اللي كنت عاوز تحلمي بيه. الموضوع اكبر من مجرد عريس غني بيقول لك هجيب لك كل اللي تحلمي بيه. يمكن كان يكون عندك حق في الضغوطات اللي انت اتعرضتي لها البنت دلوقتي، لكن لازم مش خليتي حد يشتريكي بالفلوس وكانه بيشتري جاي من جواري سبيل عديد. كنت غيرتي رايك خالص. ممكن نخلص ممكن نخلص. لا ايوه يعني مش هتسكت لما تستلف من رجليك كده زي الحمار. ايوه ازاي مره ربطوها في قصدي جيرانها. يا ابني انا دكتور محترم يا ابني، هو دخلني اقول لك دكتور محترم. اول مشهد قول انت دكتور. الله اعلم بقى محترم. الله اعلم. حضرتك انا عارفه الدكتور دي مش باينه. الاجابه بس كفايه كده. ثانيه واحده، مين هقعد مش هسمي معايا بعد العرض ده ان شاء الله. ايه حكايه الحماره دي بقى؟ طب قولي الاول، هو انت مين؟ لا اعلم قصدي حضرة الافوكادو. ايه الحماره دي اللي اكلت من ارض الجنه؟ دي حمارة كلت من ارض جيرانها. دي حمارة بقى مش فاهمة حاجة. وليه ابوي مش حمارة طب من عندك وصاحب اللي عامل فيها اخوه شعلها هو عليك ولع نار. انت 5 عليك اخلاق ما اعرفش ما قلتش كده قول علي كل ده عشان حمارة اكلت من ارض الجنة يموت فيها 7 العالم المجانين دي. كل ايه؟ اسمعتي؟ اكتر نفسي بريئة مالهاش اي ذنب. انا واحد بقف في المحكمة وبلبس الروب الاسود. في اليوم العظيم
المنازلين. اقول له ايه؟ انت نسيت دورك فين؟ نسيت بتدافع عن مين؟ اقول له ايه؟ اقول له ان انا متهم قاتل مسلم محكمة. يا ترى ايه؟ حضرات المستشارين، المتهم الممثل امامكم هو في الحقيقة محامي كان من واجباته الاولى الدفاع عن حقوق المظلومين بل وليقاتل من اجلها، لكن اليوم انقلبت كل موازين الحياة وتغيرت معاني الحياة حين اصبح محاميا في جريمة قتل. هل تنكر هذا؟ لا بالرياضة كيف استطعت أن تكون مستأثرا عن الشريعة؟ أخبرني. من مقدم العديد في ساحة الضبط ودافع عن المظلومين بري من أجل الدفاع عنه وكان إيمانا عميقا من الداخل. أنا المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكنني لا أعرف أني متهم ولكنني مذنب وأصلحتكم منكم أي نظر ولا حق وأصلحتك في أقصى العقوبة عليكم. شو؟ أو حتى من المنصات لكني خائف وأزيد من الشرك وأصلحتك أن أحفظ سيادتي. ولكني اليوم أريد توجيه سؤال لأحد موجود هنا، هو أصل هذه القضية. أنا جاهز، أنا اللي بتحكم في كل جوه، أنا اللي بسبب كل اللي حصل ده، أنا أول واحد. لو فيكوا شوية تفتكروا هتموتوا بعض، طيب لو قلنا شوية إنسانية حتى يشوه التاني، كل واحد بيجي الدنيا كأنه عايش لوحده بدون وكل اللي قاعدين بيخدموا عليه. وهنا الهدوء الخارج وانا معاكم. وقفت المحكمة الحضورية على المتهم علنا يا زمن الفضلين أن علينا مهما عجبنا العجيب انت التاني فيه على طول تفكرت تسخر مني يا اسم الحضارة الشقة لسه تاني تقولوا بالعرض لما على الناس لما بتختار في الطريق غلط وهبت وما عرفتش تواجه. عايزين اعمل ايه؟ اكتب ولا كده؟ ولا ده ولا ده، بس كنت تقدم كلامك وتخلص. وعايش بالعرض طول عمري؟ عار يا علندة، ده ما بتتعلم. الراجل يا علندة هو اللي بيواجه الشر مش بيهرب منه. وكان عمر الطار ما هيتنقل لدين وكان هيقف عندك انت بس، وكان عمر اللي يموت ما هيخش بيتك. أبوس إيدك كفاية. أنا بقول لك كفاية. بقول لك إيه؟ أنا زهقت، ممكن نخلص؟ شوف هو أنت فاضل لك كام واحد؟ واحد؟ إن شاء الله. إن شاء الله. كفايه بقى، كفايه كلام عن الموت والقتل، ارحموني مش كده. طب اهدى، طيب اهدى. كفايه حرام عليكم. اهدى بس، اهدى وقول لي انت مين؟ مظلوم. اسمك مظلوم؟ طيب طيب يا مظلوم، احكي انا سامعاك.
ما كنتش بعرف اعوم للاسف. كان معايا ابن خالتي الله يسامحه، صلى الصبير وقال له انه يتحداني، وانا طبعا ما ينفعش تكون مش قد كلامي. اتحديت ودخلنا انا وهو في البيت. مع الوقت لقيته بدا يدخل جوه قوي. الموت بدا يعلى قوي والريح كمان اشتدت. سمعت سمير اخويا بيقول لي تعال يا مصلوب، تعال بره. مصلوب حاولت انقذه لكن الموت كان عالي يعني. ما عرفتش اعوم. تخيلوا يا سامي، حب يموت قدام عينك وانت مش قادر تعمل حاجه تنقذه بيها. بس انت مالكش ذنب في اللي حصل يا منصور. ازاي ما اقدرش انقذه؟ انهي عقل وانهي منطق وانهي دين يقولوا تسيب اخوي؟ أرجوك حد يديني عقل غير عقلي، حد ينسيني اللي حصل أرجوك عشان خاطري رجع لي أخويا تاني، رجعه لي يا رب عشان خاطري. سمير إني ممكن أخسرك، ما كانش في بالي ده كله يحصل. أنا السبب في موتك، الخوف اللي في قلبي هو السبب في موتك. أخويا يا سبب المصاريف. لازم نحطها بشقة لسه هي. طوله بالعرض. لازم يا زمن المصاريف. صدقت كلمة صغيرة قد كده وخلتك تتحكم فيك في مصير كل اللي حواليك. الكلمة ابتدت معاك صغيرة وابتدت تكبر وصدقتك وكبرت وتهت وفقت بس متأخر قوي. كل العقل اللي في الدنيا وحللك المشاكل والله ضرب بوظ المشاكل. هو انت مش طالع حاجه وقضيت اكل كده؟ انت يا وقلتك بقى ان شاء الله. بس بقى يا سعيد بس حاجة يا دكتور. انا عايزه اقول لكم على حاجه. كلنا بيجي علينا وقت بنختار سكه غلط، سكك توجعنا وتوجع الناس اللي حوالينا، بس الاهم ان احنا ما نفضلش واقعين. سعيد افتح الباب وانت تخش جوه بسرعه يلا.
ايوه ايوه تعالى انت هتشوف لي حل في المصيبه دي ولا انا هحكيك بجاي؟ انت هتشوف لي حل في المصيبه دي بتاع عليك دي؟ يا راجل مصيبه ايه؟ بس كده لو يا عم دي حكايه حلها بسيط. هجيب لك شويه ناس غيره تعمل عليهم البحث بتاعك وتقدمه في المعاد. يا سلام ما انت فاكر ايه؟ بمنتهى السهوله دي وعايز ايه؟ ماشي مين؟ مرابي عبد البياع. انا مش مصدق عيني. عبده هو انت تعرف دكتور سعيد؟ كلهم عارفين عبده؟ انا كنت بدور عليك من زمان. فعلا غير صوت 1000 تسنيم. عبده شفت البيضه يا ازاي؟ حلاوه يا ولاد. هو ده عبده؟ الدنيا صغيره قوي. هو انتوا تعرفوا بعض؟ يا مقولكش عبده هو الراجل اللي اداني الشنطه وخلانا اسرع ابويا وامي. عبده هو جارنا اللي جاب لي عريس الغد. استنى على ودان ابويا وامي عشان يقنعك بيه. عبده هو صاحب ابني الغني بيساعده وفي الاخر جوز اخته واقنعه يطرد يعني من الشقه. انا امه. عبده اللي صحابي من تحت الارض لما فكرها تعمل قال لي لو بتحب تروضها ايه؟ اسرق المهم انك تتجوز. عبده هو صاحب ابوي اللي هو انا عدوني. عبده هو اللي موت اخويا سمير. انت ابن خالتي العزيز اللي موتني. بالراحه مش كده في ايه؟ تقدر تنكر اللي انت عملته؟ ما تفرضش نفسك قوي كده وتعملي 7 رجاله. اولا شغاله تشيل الشنط دي انت كنت فيها مش انت اللي ما كانش عاجبك. انت ما كانش عاجبك اي حاجه في اي حاجه. لو تجي لي فرصه شغل كويسه اخد منها فلوس بجد بدل المناخ اللي باخدها. ايوه كان نفسي في شغل بفلوس كتير وده مش غلط بس مش منع مخدرات. طب ولما عرفت بقى انت فيها مخدرات صدقها يعني يا سكر ما تنكرش اللي انت عملته. انت اللي ما تنجرش انك كان نفسك تاخد من السلم عشان تنسى حياتك وما فيها. مش انت اللي قعدت تقول مخنوق وحياتي ملهاش اي لازمه. بس الاول بس بعد كده بقى ظلم. ما تضحكش على نفسك يا زلمه. انت طلبت وانا اللي حرمت. ده حياتك وانت اللي اخترت. غلطت ايه؟ تسلاني. طلبت ايه وعرفت ايه؟ طول عمرك عايزك او كده عايز يبقى احسن واحد في الدنيا بس عشان يحبني ويهتم بيا. مالك ازاي؟ اي نعم انا دلوقتي مبسوطه بيك وانت صاحب عادل وتسلمه حاجتك وساعات كمان كنت بتصرف عليه. بس انت عمرك مثلا ما خليته يوصل. ليه؟ المرات القليله اللي كنت بقول له عن الموضوع ده كنت بتقولي بيش في مستقبله. ما تجريش الا لما بص لمستقبله بقى بني ادم محترم بقى دكتور. مش ده اللي انت بتهتمي بيه؟ مش ده اللي انت كنت عايزاه؟ يا ريته ما طلع دكتور، يا ريته كان طلع انسان سوي يعرف يحب ويدي. دكتور شكل ايه مش مشكله. انت ضربتي وانا اللي حرمت حياتك وانت. طبعا كل انسان دخل الحرب. انا كنت عايز اساعدك. انا ممكن اجيب لك عريس تاني لو عايز صغير. انا مش عايزه منك حاجه. ابعد عني. انت دمرتني. دمرت حلمي وحياتي ومستقبلي. انا هو انا اللي بالنسبه للعيشه الحنيه المبسوطه المرتاحه. ما تحكيش على نفسك يا صباح. انت اللي ضربتي وانا اللي عرضت. ده حاجه وانت اللي اخترت. وانا بقى يا عم سيارة وضربت وانا اتضرر. ما اعرفش انت طلعت لي من ايه. مش مهم انت طلعت لك من ايه. المهم طلعت لك من ايه. طلعت لك في اصعب وقت في حياتك. دلوقتي انت محتاج حد جنبك بجد عشان يساعدك. هم تساعدني بسر الناس. مش مشكله الناس. انت لازم تجيب فلوس فيه. محدش فيه هو يساعدك. محدش بيفهم ليه. لا جمعت الفلوس انت مش مشكلتي. المهم ان انا سعيد.
لما انت حضرة المحامي المحترم كان عندك كل حاجه، حتى القوه والنفوذ والفلوس، رغم كده استسلمت للجهل. انت اللي ساعدت ابويا، انت اثرت عليه. طب انا شرير ووحش وعصبت، انت بتسمع كلامه ليه يا عاقل؟ اسمع صامبا وبقى ايه؟ طب الصح، مش انت برضه اكبر اخواتك الكبير العاقل المتعلم اللي فيه؟ شرطت كده، انا قلت كده لان ببساطه ما قلتلكش، انا قدمت مساعدتي وانت قدمتها. يا مظلوم مش سامع صوتك يعني. انا ما عملتش حاجه ولا خدت حد. بس كده وصدقت، يعني انا ما عملتش اي حاجه، انت اللي عملت كل حاجه. هتسال اخوك سمير قصدي مرحوم سمير. كفايه شيل سمك من وداني. سمي عشان بفكرك باخوك الله يرحمه. صحيح خيرا تعمل شرا كده. عموما انت برضه اللي اخترت الرب وانا عرض وطلب. صدقوني كلكم، انت وهو وهي انتوا اللي اخترتوا. انا ما خدعتش حاجه، كل الطرق كانت باينه من البدايه، بدايتها رسمت نهايتها. انا بس كل اللي عليا اني شاورت لك على الطريق وانت جريت عليه. كفايه ما تسمعوش كلامه، كلنا بيجي علينا وقت وبنختار غلط، بس صدقوني في فرصه للشفاء وفي فرصه للرجوع. اوعوا تصدقوها، عمر التعبان اللي ورثك ما هيتحول بلاش، ولا الطريق غلط هيحول صح. السم هيخرج من دمك. لا الكلام ده مش صح، اي طريق غلط ممكن يتصلح. انت شاورت على الطريق الغلط وهم مشوا فيه، بس ما طبقوش نظريه التعبان، لان عمر التعبان اللي قرصك ما يتحول ملاك، هو ده طبعه وعمره ما هيتغير. هنقوم وهنختار سكه العلاج، هنقوم ونقاوم طرقنا الغلط، لان العلاج فينا احنا، الحل فينا احنا، والعلاج مسؤوليه كل واحد فينا. هنقع وهنقوم، بس صدقوني في فرصه للرجوع. وقف يا زمن البطالين، خلي علينا. واحنا عجلنا العجين. انت بتعمل فيه لو تنسى الموت على طول تفكرني. ما هي يا دنيا لازم نحطها. موسى ليه؟ ولا يكتب لي تقسيم ولا ايه؟ اصلا ليه مش انت مدمر خلاص انا كده يا اخي